يعني هو لازم تحصل حرب علشان انضج؟ ما هو اصل مفيش نضج من غير معاناة. بس والله ممكن يبقى فيه. تعالوا نشوف ده حصل ازاي مع ليو تولستوي في رواية الحرب والسلام بالمختصر المفيد. رواية الحرب والسلام اتنشرت سنة 1869 وبتعتبر واحدة من أعظم الأعمال الأدبية في التاريخ. بتحكي عن الحياة في روسيا خلال فترة حروب نابليون من 1805 ل 1812، وبتجمع بين التاريخ والسياسة والحب والحياة اليومية، وده من خلال متابعة حياة 4 عائلات أرستقراطية: بيزوكوف، روستوف، فولكونسكي وكوراجين. ايه الاسماء السهله دي؟ عشان نقدر نحكي عن الروايه هنتكلم عن الشخصيات، وده هيسهل علينا نفهم الحكايه شويه. الشخصيات الرئيسيه هي: الاول هو بيير بيزوكوف، ابو قلب ابيض، وده شاب طيب جدا بس غريب الاطوار، وبقى وريث ثري فجاه وبيدور على معنى للحياه. اما التاني فهو الامير اندري بولوكونسكي الجنتل، وده بقى شخص نبيل وحالم ومثقف وبيعدي بشوية تحولات روحية. والتالتة هي ناتاشا روستوف اليويو، شابة جميلة وعاطفية بتمثل براءة وعفوية الحياة. ونيكولاي روستوف الجندي، أخو ناتاشا، ضابط في الجيش، وطني وشجاع. ونيجي بقى للكونتيسة ماريا بلوكونسكيا، أخت أندريا الأمير المثقف، متدينة ومتواضعة. الرواية بتبدأ في حفلة في بيت أرستقراطي في بطرسبرج، بنشوف فيها الجو السياسي والاجتماعي اللي روسيا كانت فيه، وبيظهر بيير كواحد مش متأقلم مع المجتمع لكنه بيورث ثروة ضخمة وده بيغير مكانته. أما أندريا فمتجوز من ليزا الحامل، بس مع الوقت بيحس بالملل من الحياة الأرستقراطية، فبيقرر يروح يحارب مع الجيش الروسي ضد نابليون. وفعلا الحرب بتبدأ وبيمشي أندريا للحملة العسكرية، وفي معركة أوسترليتز الروس بيتعرضوا لهزيمة كبيرة وبيتصاب إصابة شديدة، وبيشوف نابليون واقف فوقيه، ودي لحظة فاصلة بتغير نظرته للحياة. ده غير إنه لما بيرجع بيكتشف إن مراته ماتت وهي بتولد، وده بيغرقه في الحزن والعزلة. وفي نفس الوقت بيير كان بيتجوز من هيلين لكن بتخونه وبيعيش حياة زوجية تعيسة، فبيبدأ يدور على معنى أعمق للحياة وبيدخل الماسونية. وناتاشا بتكبر وبتبقى بنت محبوبة ومرحة وبتتعرف على أندريا وبيتخطبوا. وبعدها ناتاشا بتتعرض لإغواء من أناتول كوراجين وبتلغي خطوبتها بأندريا اللي بيتألم وبيختفي الفترة، وبتدخل هي كمان في اكتئاب عميق. وبعدها نابليون بيبدأ غزوه لروسيا، فالروس بينسحبوا وبيستخدموا سياسة الأرض المحروقة اللي هي تدمير كل الموارد في طريقهم، وده علشان يعطلوا جيش نابليون. لكن نيكولاي روستوف بيحارب بشجاعة وبيمثل الروح الروسية. أما بيير فبيقرر يقتل نابليون وبيتسلل لموسكو بعد ما اتحرقت، بس بيتقبض عليه كمتهم بالتجسس. وفي الأسر بيشوف معاناة الجنود والمدنيين، وبيتعرف على فلاح اسمه بلاتون كاراتيف اللي بيعلمه عن البساطة والقبول بالحياة. وفي معركة برودينو الروس بيواجهوا نابليون بشراسة، وأندريا بيتصاب إصابة مميتة، ووقتها ناتاشا بترجع ترعاه في أيامه الأخيرة، وبعد ما ندمت على خيانتها ليه بيتصالحوا قبل ما يموت. ومع الوقت الجيش الفرنسي بينسحب من موسكو في شتاء قاسي وبيخسر آلاف الجنود، وبيخرج بيير من السجن بعد تراجع الفرنسيين. وبعد الحرب كل شخصية بتبدأ تدور على السلام الداخلي، فبيير بيرجع لحياته وبيبدأ يعيش بحكمة أكتر، وفي الآخر بيتجوز ناتاشا بعد تعافيها. أما نيكولاي روستوف فبيتجوز ماريا بلوكونسكيا وبيدير أملاكها وبيبقى نموذج للنبل والجد. الرواية بتنتهي بتأملات فلسفية عن التاريخ والإرادة والقدر، وبترسم فكرة إن الحياة الحقيقية بتبدأ بعد السلام مش أثناء الحرب. رواية الحرب والسلام مش بس عن المعارك أو الحب، هي عن التحول الداخلي، عن محاولة فهم دور الإنسان في التاريخ. كل شخصية بتمر من مرحلة لمرحلة، من السذاجة للنضج، من الأنانية للتضحية، ومن الشك للإيمان. بس اللي بيظهر لنا إن الإنسان ما بيدركش غايته غير في وقت الهدوء، وما بيتطورش ويكتشف نفسه غير في لحظات السلام والصمت. لكن اللي ساعد على بنى كل ده هو الحرب والمعارك والأزمات، لأن دي الحاجات اللي رسمت شكل الحياة اللي هم عاشوها، ولولاها ممكن ما كانش كل ده حصل. المعارك مهلكة مستنزفة وممكن كمان تكون مدمرة، لكنها مهمة،
زيها زي وقت السلام والراحة اللي لما نوصل له بعد كل الدمار اللي حصل جوانا هننضج ونتغير، وتفضل حياتنا بين أيام وسنين الحرب ولحظات السلام، وما بين اللايك والشير والاشتراك على القناة. وحاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.